السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتنا أكلاتنا اليومية. كل عام وانتم طيبين، وخلاص بقى رمضان خلص، ما عادش إلا يومين. وقلنا نعمل بقى النهاردة السابليه الجميل ده كده بمكونات جميلة وسهلة خالص. هتقوم حالا تعمليه من سهولته ومن جماله. السابليه من الحاجات الجميلة اللي كل الناس بتحبها، وطبعا بقى بتحب تاكلها، وخصوصا طبعا في العيد. هنعملها النهاردة بحاجات بسيطة خالص. مش هتصدقي ان السابليه الغالي اللي بيتباع في المحلات ممكن تعمليه بالسهولة دي وبالمكونات البسيطة دي. بس قبل ما ندخل الفيديو، سمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اول حاجة عندي في المقادير هي بيضاية واحدة. شايفين بقى، يعني شايفين السهولة بتاعة المقادير. بيضاية واحدة، وكوباية وربع من السمنة، وكوباية الا ربع سكر، والفانيليا وملح. طبعا انا هكتب لكم المقادير هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف بالكوباية وبالجرام، عشان طبعا اللي بيحب يوزن الحاجات بالجرام عشان تعرفوا المقادير بالظبط. دي سمنة على زبدة. الوصفة الأصلية بتاعت السابليه بتتعمل بالزبدة بس أنا عاملاها سمنة على زبدة، وممكن برضو تعمليها بالسمنة بس. أول حاجة كده نزلت السمنة، ولازم تبقى بدرجة حرارة الغرفة، ما تبقاش في التلاجة ولا تبقى ان هي تبقى سايحة خالص. بتبقى بدرجة حرارة الغرفة كده. وأول حاجة بنضربها جامد كده لحد ما لونها يتغير معانا. نضربها كويس جدا كده بالشكل ده كده. شايفين بقى لونها فتح خالص معانا كده. بنزل عليها بالسكر، وبقى افضل اقلب برضك لحد ما السكر يدوب معانا. وطبعا السكر بودرة ونخلاه قبل ما احطه على السمنة بالشكل ده كده. بعد بقى ما ضربته واتأكدت خلاص ان هو اتضرب كويس جدا، دي بيضاية واحدة بس ضربتها كسرتها بالشكل ده كده، وبحط عليها الفانيليا، وبنضربها مع بقية المكونات بالشكل ده. شايفين بقى الخليط بقى جميل ازاي كده، حاسه يعني بريحته ما شاء الله. اول ما حطيت البيض مع الفانيليا مع بقيه المكونات طلع ريحه جميله ما شاء الله. هنا بقى كده محضره 4 كوبايات من الدقيق، 4 كوبايات الا معلقتين كده، او 3 معالق بالظبط. وحطيت هنا ذره ملح. يعني انا كنت حاطه محضره 3 كوبايات، 3 كوبايات ونص من الدقيق. فاحتجت لقيت العجينة لينة شوية معايا، فاحتجت لها حطيت عليها حوالي 3 معالق من الدقيق. وبحطه كده على المكونات تدريجي بالشكل ده. مش بنزل بالمكونات عشان طبعا كل دقيق وليه نسبة السوائل اللي بيشربها. ننزل بالدقيق واحدة واحدة كده بالشكل دون، لحد ما الخليط يتجانس مع بعضه، ونبدأ ننزل ببقية الدقيق بالشكل ده كده. شلت بقى الاسباتيولا خالص ونزلت بقى بايدي وقعدت اشتغل، بس طبعا الحته دي ما جاتش. اتماسكت بقى بقت بالشكل ده كده. شايفين بقى العجينه جميله ما شاء الله، متماسكه مع بعض طريه مش بتلزق بالشكل ده كده. بس ايه، شايفين مفرفته، مش ان هي معجونه. احنا بنلم العجينه بس بصوابعنا، مش بنعجنها خالص، بنلمها بصوابعنا. بنختبر كده العجينه لانها طريه خالص ما فيهاش اي تشققات. يبقى كده تمام، العجينه بتاعتنا تمام. بظبطها بقى بالشكل ده كده، وبحطها في التلاجة نص ساعة، عشان العجينة تتماسك معانا واحنا بنشتغل فيها. غطيتها بقى ولسه طلعتها من التلاجة بالشكل ده كده، متماسكة وجميلة بالشكل ده كده. وبقيت الطبق حطيته في التلاجة، ما حطيتوش جنبي وانا بشتغل. يعني اخد منه القطعة اللي هاخدها وبحطه تاني في التلاجة. وفردت كيس من التلاجة بالشكل ده كده، وكيس تاني، وبدأت جبت افردها بالشكل ده كده بالنشابة. بنفردها سمك نص سنتي، معقول جدا. شايفين بقى بالشكل ده. طبعا انت بتفردي وبتبصي كده على سمكها بعينيكي كده تحدديه.
شايفين بقى بالشكل ده كده. جبت بقى ايه اي قطعات عندك بتستعمليها. ده شكل القلب جميل جدا، بيعمل شكل حلو. بعد ما تستوى كده بيبقى الشكل البسكوتة معانا جميلة جدا. طبعا بعمل القلب يعني ايه لازم اعمله عدد زوجي. هعمل 10 قلوب، يعني 10 قبل بعض كده 5 قلوب يبقى 5 قبلهم، عشان لما نيجي نلزقهم مع بعض. وده شكل النجمة جميل برضو. وبعمل برضك نفس العدد، يعني عملت 5 نجوم برضك اعمل 5 نجوم قبلهم. وده كده برطمان صغير عملت بيه شكل الدايرة بالشكل ده كده. وعملت برضك منه المفتوح بالشكل ده كده، وسايبة المقفول ألزق واحدة مفتوحة مع واحدة مقفولة. والنجمة برضك لزقت واحدة مفتوحة مع واحدة مش هصور مقفولة. كده. وخلصت بقى كل الكمية بالشكل الجميل ده. عملت الدايرة وعملت النجمة وعملت دايرة مفتوحة ودايرة مقفولة والقلوب. وشكل شجرة الكريسماس. وفي شكل بيضاوي جميل قوي عملته برضو عندي ببرطمان كده. ما شاء الله. بحطها بقى في درجة حرارة 150 160، يعني على درجة متوسطة. في الرف الوسطاني مش بيبقى متلامس خالص للنار. بيبقى في الرف الوسطاني. تمام بالشكل ده كده. وبيطلع بقى بالشكل الجميل ده. ما شاء الله. الشكل اللون الحلو الذهبي. ما شاء الله بالشكل ده كده. كانت ريحته ما شاء الله عليه. الريحة كانت جميلة جدا. والشكل شايفين بقى، والتسوية بتاعته ما شاء الله عليها من تحت ومن فوق باللون الذهبي الجميل ده كده. بس احنا نحطه على الشواية عشان يطلع لنا اللون الحلو ده على الشبكة. وما نشغلش الشواية خالص عليه. ما شاء الله بقى. سبته لما برد تماما خالص، وبدأت ان انا احضر بقى الشوكولاتة اللي هزين بيها. جبت هنا دي شوكولاتة. انا مستعملة سما. شوكولاتة بيضة وشوكولاتة بني. كانت الشوكولاتة هنا كانت تماسكت تاني بعد ما سيحتها، كانت مسكت تاني بالشكل ده كده. ورجعت سيحتها واشتغلت بيها. يعني شايفين شكلها مش حلو قوي، بس ايه بعد ما سيحتها الشكل بقى مظبوط. شايفين بقى الشكل ما شاء الله هو ظبط كده. شكل الشوكولاتة حلو بالشكل ده كده. عملت نصه ابيض ونصه اسود. وطبعا انا لازقاهم مع بعض بشوكولاتة قابلة للدهن بالشكل ده كده، بيتلزقوا مع بعض. عملت النجمة واحدة مقفولة وواحدة ايه مفتوحة من النص بالشكل ده كده على شكل دايرة. وبعملها بالشوكولاتة البيضة بالشكل ده. وطبعا انت هتلاقي الحاجات قدام منك، وهتلاقي الشوكولاتة والسابليه الجميل ده كده. هتطلعي احلى من كده كمان ان شاء الله. وتزيني بقى ايه، طبعا التزيين ده على ذوقك. حاجات كده ايه بسيطة. بيتماسكوا كده مع بعض بالشوكولاتة، وبتعمليهم في الشوكولاتة كده بالشكل ده، الشوكولاتة البيضة. وده الشكل البيضاوي جميل اوي، شكله جميل ولذيذ اوي بالشكل ده كده. وغطسته كله في قلب الشوكولاتة، طالع شكله حلو قوي. ورشيت عليه مكسرات في الاخر. التزيين بقى ده كده ايه تفنني فيه براحتك انت كده. انت هتلاقي الحاجات قدام منك، هتفنني بقى براحتك. شايفين بقى ما شاء الله. كده خلصت كل الكمية. وطبعا انا فاردة كيس تلاجة على الترابيزة حاطة عليه لحد لحد ما بينشف خالص. بسم الله ما شاء الله بالشكل الجميل ده كده. ما شاء الله عليه جميل جدا. سبته خالص لما برد، لما نشف خالص. والشوكولاتة اتمسكت عليه. سبته بالشكل ده كده على الترابيزة حوالي ساعة. وكنت مشغلة المروحة كمان عشان يتماسك خالص والشوكولاتة تتماسك كده معاه. شايفين بقى بالشكل الجميل ده كده. ما شاء الله عليه، ما شاء الله بجد كان تحفة.
شايفين بقى الاشكال، وعملت النص ابيض والنص البني، وعملت بني كله وفي ابيض كله. طبعا جبت سيور كده دي حطيتها في اكياس تلاجة صغيرة، وعملت بقى ايه الاشكال السيور الجميلة دي، وطلعته بقى كده معانا في طبق التقديم بالشكل الجميل ده كده. واحلى طبق ممكن تقدميه لضيوفك او لولادك طبعا في العيد، حاجة جميلة وحاجة تشرف ومش من غير اي مجهود خالص، يعني تعمليه مفيش نص ساعة كده. شايفين بقى بشكله الجميل ده، ما شاء الله عليه بجد، تحفة، طالع جميل جدا. والمكونات بتاعتنا بسيطة خالص، ما شاء الله. لو عجبكم بقى الفيديو بتاعي الجميل ده كده متنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.